السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد. يا رب يقعد علينا كده الايام بخير يا رب، علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله. النهارده كده عملنا فتة بصراحه بالخل والثوم، حاجه تحفه جميله جدا جدا جدا. بصراحه جميله فعلا. حاجه كده بتحسسك فعلا بالعيد، وان ده عيد لحمه، يعني حاجه تحفه بجد. طبعا تعالوا نصلي كده على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك كده ويحط لي لايك للفيديو وينورني كده، طبعا حاجه تشرفني ان انتوا تنوروني وتعملوا اشتراك في القناه. النهارده كده هنعمل فتة بالخل والثوم، بس بصراحه تحفه. يلا نصلي كده على الرسول ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدا في الوصفه بتاعتنا كده على طول. وصفه زي ما انتوا شايفينها بصراحه تحفه بجد، بسم الله ما شاء الله. اول حاجه طبعا معانا كيلو لحمه. يعني مش ضروري لحمه من اي نوع، مش ضروري لحمه نوع معين، اي لحمه بصراحه للفته بتبقى جميله. طبعا انا معايا اللحمه هنا ملبسه، فمعايا كيلو لحمه. حطيت معلقه سمنه بلدي وهدي تشويحه كده سريعه للحمه على طول. وبعد ما هشوح اللحمه كده اديها تشويحه واقلبها، حطيت حله ميه تانية على النار معايا بتغلي ان انا هسلق فيها اللحمه. بعد ما حطيت اللحمه رحت حاطه معاها، وبعدين حطيت معاها كده عيدان قرفة، وحطيت معاها حبة توابل لحمة كده بسيطة، السبع بهارات. وبعدين اديتها تشويحة كده، قلبتها عندي تشويحة خفيفة. وبعدين المية بتغلي معانا، على المية بتاعتي خدت قلبة وغلت، رحت مطلعة كده اللحمة من التشويحة بتاعتها، ورحت حطاها كده في المية اللي بتغلي تكمل السوا بتاعها. وبعدين حطيت الحلة بتاعتي على النار وحطيت فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة، ورحت حاطة فيها الرز بتاعي، كنت غسلته وصفيته. وهعمل الرز بتاع الفته. وبعدين رحت تاشر الرز بالشوربه وحطيت له حبه ملح ورقيت عليه النار زي الشمعة لحد بسم الله ما شاء الله استوى معايا وبقى بالمنظر الجميل ده. طبعا ما كتريش الشوربه للرز خالص عشان ما يعجنش منك. وبعدين الحله التانية بقى هعمل الدقه بتاع الفته، رحت حاطه معلقه سمنه كده بلدي. وبعدين رحت حاطه معلقتين الثوم المهروسين بتاعتنا بتاع الفته، ورحت عطيهم تشويحه كده معايا. ونزلت عليهم طبعا بنص كوبايه الخل، ورحت نازله عليهم بنص كوبايه الخل، ونزلت عليهم بعصير الطماطم وحطيت لهم كده حبه ملح. ورحت مغطيه الحله بتاعتي وسبتها كده تتسبك على نار هاديه برضو. وبعدين جبت العيش بتاعي، رحت مقصقصه العيش كده، جبت المقص ورحت مقطع العيش بتاعي كده بالمقص مكعبات صغيره خالص. طبعا ما تكبريش العيش للفته بحيث اللي هياكل ما يبقاش العيش كبير كده على المعلقه وهو بياكل. قصقصته كده يعني صغير زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات مربعات صغيره خالص. ما تكبريش العيش. وبعدين كنت حاطه عندي، رحت حاطه لهم معلقه زيت اهو. رحت دهنه كده العيش بتاعي بمعلقتين زيت. وبعدين كنت مولعه الشوايه بتاعتي، حطيتهم كده على نار هاديه تحت شويه، ما تعليش الشوايه عشان العيش ما يتحرقش منك. طبعا في ناس بتعمله بالعيش بتشتري العيش ده محمص من بره، بس انا بحب بصراحه احمص العيش في البيت. ورحت حطها تحت الشوايه، خد لون كده وتحمص معايا. وبعدين طلعت اللحمه بتاعتي كانت استوت، قلت اديها تشويحه في معلقه سمنه كده. اديها التشويحه بتاعتها بقى اللي بتدي للحمه اللون الفظيع. رحت حطها على النار كده بعد ما استوت معايا وبقت زي الزبده كده، رحت حطها تاخد تشويحه وتحمر باللون الجميل ده. طبعا كنت وصلتي معايا للفيديو لحد هنا، يا ريت كده تحطي لي لايك، ويا ريت تكتبي لي كومنت حلو كده من الكومنتات اللي بتشجعني ان انا استمر واكمل ان شاء الله في القناه. وبعدين بقى كانت الحاجة بتاعتي كلها استوت كده، هبدأ بقى اغرف الطبق بتاع الفتة بتاع العيش كده، اتحمص وطلع باللون الجميل ده. رحت حاطه العيش تحت كده خالص. طبعا في ناس بتحب تسقسق العيش بالتعسيلة او بالصلصة بتاع الطماطم، بس انا ما بحبش اسقسقه بصراحة، بحبه كده يبقى ناشف وجميل، لانه هينزل عليه الحاجات كده كده هتخليه يبقى طري وجميل. حطيت العيش تحته، وبعدين رحت حاطه فوقيه الرز. وبعدين حطيت كده الصلصة بقى بالخل والثوم التحفة الجميلة دي. زيني طبق، طبعا الطبق بتاعك على حسب ما بتحبي، لان كل واحد بيزين الاكل بتاعه على حسب ذوقه، فالعين طبعا بتاكل قبل البق. فطبعا كل واحد يزين الطبق بتاعه على حسب ما بيحب. وبعدين رحت مزيناه بالطريقه دي، وبعدين حطيت اللحمه بتاعتي. وطبعا كده كل سنه وانتم طيبين، احلى طبق فته باللحمه وبالخل والثوم، حاجه كده تحفه بجد، يا ريت تجربوها. ويا ريت اللي ينورني كده وتشتركوا وتكتبوا لي كومنت حلو كده من كومنتاتكم.
مع السلامة، وفاتركم في رعاية الله وحفظه.